اللي مش هينفع، ايه اللي مش نافع؟ ايه مش نافع؟ خليك بقى في الدوري الحزين بتاعنا، الدوري اللي يعلم بيه اللي ربنا اللي قرأنا في الكورة، وانت قرأتنا في الكورة وفي ام دي كانت بجد بصراحة. محمد فاروق جايبك نسخة، محمد فاروق والاعلام ابو دم تقيل ده جايبينك نسخة. المرموش قالك مش هيعمل ومش هيسوي وصفقة تقيلة، صفقة مش هتعمل مش هتحسن حاجة مع مانشستر سيتي. طب احنا هنجيب مين؟ انا مش قادرة افهم. نجيب مين؟ انت بتقعد تحلل الكرة المصرية في الدوري السعودي يعلم بالله ربنا، يعلم ولو مقاسة السويس والفاركو والداخلية والهم والحزن بتاع الدوري لحد ما خلاص زهقنا. اقسم بالله بقيت اتفرج على الدوري المصري من اساسا، حتى ماتشات الاهلي، حتى الفرقة اللي انا بحبها بقيتش اتفرج عليها من الهم والحزن يا ناس، من الهم والحزن. النهارده مرموش جاب 3 اهداف، جاي لك جول الاول واخد اللاعب على العالي، حطها له لوب، الكرة سقطت الشبكة، الجمهور اتجنن، الجمهور اتجنن. بعدها ما تكملش 5 دقايق 10 دقايق الجول التاني على طول، ترك الهدف التالت، وان تاتش على طول، وان تاتش على طول. في حد في الدنيا، في حد عندنا بيجيله جندية؟ في حد عندنا بيجيله جندية؟ احنا بنمشيش بس غير 1000 متفرج 2000 متفرج والباقي كله فاضي، كراسي ملونة، كراسي ملونة. زهقتونا، الله يخرب بيكم، زهقتونا. خش اقول لك اصل زيزو راح الزمالك وزيزو راح الاهلي واسمه ده وكهربا راح الزمالك، ده كهربا غير الاهلي. النغمة اللي احنا بنشوفها في مصر لحد ما خلاص بقت الكرة حاكمة في جمهورية مصر العربية. طب انا عايز اقول حاجة لاتحاد الكرة المصري، انتوا بتلاقوش لعيبة تحترف ليه؟ ده احنا عندنا 2 دلوقتي، صلاح ومرموش، في اقوى فرق في العالم، وفين؟ في الدوري الانجليزي السفاح، الدوري الانجليزي السفاح. انتوا ما بتطلعوش لعيبه تحترف ليه؟ انا مش قادره. انا طول عمري اتفرج على فاركو الداخليه، اشوف لعيبه في فاركو الداخليه. طب ما تطلعوا لعيبه بره. انا مش قادره افهم في ايه بصراحه. الكابتن رضا عبد العال مش مخلي عمر مرموش ولا حاجه، ادي رد عليه وجاب 3 اهداف وفي اصعب دوري في الدنيا. لعيبه بص، لعيبه المدافعين في الدوري الانجليزي سفاحين بيشيلوا كلارك، كانوا بيشيلوا كلارك. تخيلوا 3 اهداف. الجول بقى اللي منزلت الجول الاول، احساس عالي قوي. ايه ده يا مرموش؟ رد على كازانوفا بتاع